ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى عملنا لكم حته دين تورته. بصوا، مش قادره اقول لكم، تخطف القلب كده. شايفين الجمال والعظمه ده؟ دي تورته خطوبه كده، ربنا يتم لهم على خير يا رب. التورته دي مش قادره اقول لكم، يعني معموله بكل حب كده، حاجه بجد يعني، بألف هنا وصحه على قلب اصحابها. تعالوا نشوفوا كده واحنا بنعملها عامله ازاي. هنا كده بنحط على البورده طبق من الكريم شانتيه، والكيك الاسبونج. عندي دي تورته مقاس 24. بخبز الكيك قبل ما اشتغل فيه حوالي ب4 ساعات او 6 ساعات اقل حاجه. ما بسقيش الكيك. هنا ضرب الكريم شانتيه بكريم باستر. لكل كوبايه كريمه 3 معالق سكر سنترفيش عادي. ولكل كوبايه معلقتين كريم باستر برضه بيعززوا الطعم كده، حاجه بجد ما شاء الله. هنا بقى بنحط مربى حليب، وبنحط عليها كريسبي كده. بنفرد مربى الحليب كويس، طبعا هي بتبقى سميكه شويتين 3 كده، ونحط عليها الكريسبي كده من فوق، ما شاء الله اللون ذهبي عشان تبقى متناسقه مع الالوان مع بعضها. ونحط الطبقه التانية، دي كانت معموله 4 طبقات على المنشار رقم 8، ما شاء الله يعني، اللهم بارك بألف هنا. هنا بقى بنحط الطبقه التانية برضو، بنحط صوص فراوله او جناش فراوله، يعني حسب ما بتسموه. بنفرد الصوص فراوله كويس كده، ونتاكد في كل مكان اتفرد. مش بكتر طبعا عشان برضو تبقى السكر ما يكونش كتير. وبنحط كريسب ابيض طبعا، يعني بنحاول ننسق الالوان مع بعضها. وهنا بنحط الطبقه الثالثه برضو، ونظبطها كويس. هي كانت اتكسرت مني يعني، بس عادي تمام طالما في نص الكيك ما بيجرالهاش اي حاجه. لان انا كنت مستعجله. هنا بقى كريمه البندق والويفر، حاجه بجد. بصوا طعمها روعه، مليانه كل المكسرات اللي قدامكم دي، بندق وويفر، حاجه بجد طعمها وهم، مش قادره اقول لكم، يعني بتودي الطعم في حته تانية ما شاء الله. يعني التورتايه دي مكلفه جدا بس بألف هنا وصحه. هنا بنحط اخر طبقه طبعا. بنكون طبعا دي القعر التورتايه، بنكون مقشرينها تماما، ما بنكونش مسيبين فيها اي حاجه، ونغلفها كويس جدا بالكريمه برضو، وبنظبطها وبنجلسها كده بسيط من الجناب. وبعد كده بندخلها الفريزر اقل حاجه، يعني ما يعادل ساعتين تمام كده. وبنخرجها بعدها برضو ونجلسها التجليس التاني، بس ما كنتش صورتها معلش اسفه. وهنا بقى بنعمل الطاسه الذهبي كده، علشان تديها لمعه حلوه كده. ده بيديها يعني، بيديها في حته تانية كده، بنقلها في حته تانية. الطاسه الذهبي ده عند بتاع اي حد مستلزمات حلواني. وهنا كده معانا الكريسبي الصنطوط كده، ابيض. بصوا ونحط كده شويه في الجنب ده وشويه في الجناب كده تمام كده. وبنحط اللولي الابيض اللي هو اللي بيلمع ده زي اللولي بالظبط كده. ومستخدمين هنا فيها هنغرز اللولي كده طبعا. معانا ورد بلدي، ورد بلدي طبيعي طبعا 100%. مستخدمة فيها 5 وردات. ومعانا الورد الابيض ده اسمه بيبي فلاور، بنجيبوه برضو من عند اي حد بتاع ورد، هو والورد البلدي ده. وهنا ده حرف العريس والعروسه، ربنا يتملهم على خير يا رب. وحطينا لهم كده إيه، وهنا بقى حطينا طبق الخطوبه هنا كده للعريس والعروسه، ويتهنوا ان شاء الله يا رب بيها وتملهم على خير. ودي كانت الصوره كده في العلبه بتاعتها، واحنا بنغلفها، وربنا يتملهم على خير يا رب. بتمنى تقولوا رايكم في الكومنتات.